الاهلي رسميا في دوري الابطال رسميا. انا صحيت لقيت الخبر ده انا فرحت اقسم بالله. بس في حاجه تانية بقى ما عجبتنيش. انا اهلاويه، انا فرحانه ان احنا هنلعب في دوري الابطال، بس كاهلاويه برضو انا ضد اللي بيحصل. بصوا انا فرحانه ان احنا مش هنلعب في الكونفدراليه دي، كاهلاويه اي حد مكاني هيفرح. بس انا عندي مشكله واحده، هو انت فين الاداره؟ يعني الاداره عملت ايه عشان تعاقب اللعيبه؟ ايه ده حلوين حبيبي، انت ما تخصملكوش وهتلعبوا كمان في دوري الابطال، فين العقاب؟ جيس وات مش هيعملوا اي حاجه بعد كده. هتقول لهم الدوري، هيقول لك احنا عندنا منه كتير. اللعيبه ما اتعاقبتش، اللعيبه شايفه ان كل حاجه مجابه، ان الاهلي انا بتحس ان الاداره بتعمل كل ده بس عشان الزمالك، مش عشان الجماهير. يعني ما هو انت ما بتعاقبش اللعيبه فين كده يا جماعه؟ احنا لو بنبص تحت رجلينا هنفرح بالخبر ده، لو بنبص لقدام مش هنفرح بالخبر ده. انا عن نفسي قلت اداره الاهلي لازم تعمل هيكله كده للعيبه، لازم ما تعملش اي حاجه، اللعيبه زي ما هي، اللعيبه بالعكس، ده اللعيبه انت كافئتها بدوري الابطال. انا بتحس ان احنا بنعمل كل ده بس عشان الزمالك، بتحس ان احنا فعلا بنعمل كل ده، يعني الاداره بتلعبنا في دوري الابطال عشان الزمالك، عشان بس نجيب الزمالك. ليه؟ لان الزمالك قلبها اتحرق. ليه؟ لان الزمالك شايفه ده احنا بقالنا سنين بنطلع تالت دوري ما خدناش، ما لعبناش ليه دوري الابطال، اشمعنى دلوقتي؟ عشان الاهلي؟ طب ما انا عارفه تفكير الزمالك دلوقتي، هو كلهم شايفين كده، واقول لكم على حاجه، عندهم حق انهم يشوفوا كده، عندهم حق يشوفوا كده، ما تضحكش على نفسك. انت لو اهلاوي وحصل معاك كده هتشوف ان هو غلط اللي بيحصل، عشان بس نكون صراحه. انا لو مكانهم، انا لو اهلاويه وحصل معايا كده والزمالك عمل فيا كده، انا مش هسكت، انا هبقى محروق قلبي، عشان بس نكون صراحه. ما ينفعش، ما يرضيش ربنا افضل اطلع تالت دوري وافضل العب مع البط اللي كنت بتريق عليه فيه، وفي الاخر اجي مجرد ما هطلع مره تالت دوري يتفتح لي الموضوع. انا عاقبت اللعيبه ازاي؟ طب سيبكم الزمالك، احنا عاقبنا لعيبتنا ازاي؟ اما هو عشان كده انا بقيت شايفه ان الاداره كل همها تحرق دم الزملكاويه، بس مش همها النادي نفسه. انت عاقبت لعيبتك ازاي؟ اللعيبه والله العظيم ما هتسكت بعد كده. اللعيبه طول بصوا يا جماعه، هو احنا اصلا بنلتزم ليه في اي حاجه؟ عشان في ثواب وعقاب، حتى في الدنيا جنه ونار. فين الثواب والعقاب بقى؟ فين الثواب والعقاب؟ انت اللعيبه دلوقتي انت شايف ما تخصم لهمش، وبعدين الموظف معروفه، الموظف لما بيروح متاخر بيتخصم له. احنا اللعيبه عندنا لو عملت ايه ما بيتخصملهاش، بالعكس احنا جيس وات، احنا بنكافئها. اي حد يا جماعه، الطفل لو ما تعاقبش مش هيعمل حاجه. بصوا اصل طول ما انت بتدلع وتطبطب مش هيحصل، ما هو هيبقى دايما يا جماعه هيبقى شايف دايما ده الطبيعي. وعلى فكره كمان ده الطفل، تخيل الكبير بقى بيسوق اكتر، الكبير بيسوق اكتر، يعني بيسوق في العوج. انا دلوقتي انا بقول لهم انتوا هتلعبوا يا حلوين دوري الابطال، جيس وات انت بتكافئهم عشان موسم صفري. هتقول لي لا، على فكره انا عارفه ان كل ده عشان الزمالك، وكل ده عشان الحوارات ده عشان خاطر الزمالك، لان اكيد مش طبيعي ان احنا بنعمل كده، مش طبيعي ان احنا نكون بنكافئ لاعيبتنا، اكيد ده مش طبيعي. هتقول لي عشان الجماهير لو بصت تحت رجليها تفرح بالخبر ده، وانا فرحت مؤقتا، وبعد كده والله اول ما صحيت قلت الخبر انا فرحت كده لمده 5 دقائق، وبعد كده بدات افوق. هو احنا بنعمل ايه؟ والله العظيم قلت احنا بنعمل ايه؟ ما يرضيش حد. انت كده اكنك بتفرح فرحه مؤقته وبتهدم اللي باقي. اللعيبه مش هنعرف نوقفها تاني، مش هنعرف نكلمها، والله ما تعرف تحاسبهم. انا قلت والله العظيم ده احنا هنمشي زيزو، ده احنا هنمشي بن شرقي، ده انا ما اعرفش هنعمل ايه. احنا سيبنا كل الناس دي، احنا مشينا بين رمضان وجراديشار، ما عملناش اي حاجه، كل اللي عملناه ان احنا نلعب في دوري الابطال، احنا ما عملناش اي حاجه. انا كنت فاكره ان النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي تحديدا، الاداره ان هي في السنه الموسم الصفر دي هترجع نفسها وهتعرف انها كانت غلطانه في الصفقات دي. قلت اكتشفت انه لا، ما تضحكش على بعض، لا بالعكس، دي مكمله ودايسه، يعني ودايسه على مين؟ دايسه على فريق تاني مش هيفيدني بحاجه، انا مش هيفيدني. وبعدين انا ما ينفعش بصراحه ابني على انقاض اخرين، انت كده بتبني على انقاض الزمالك، انا مش هيفيدني، والله ما هيفيدني، انا مش هيفيدني. انت بتعند مع الزمالك على حساب نفسك، انت اللعيبه بتاعتك هتسوق عليك العوج اكتر. لعيبتنا ما بقتش شايفه نفسها حاجه، على فكره دلوقتي انا بتحس ان اللعيب شايف نفسه هنا والاداره هنا، انا مش فاهمه في ايه. لو تاخدوا بالكم ان زيزو محدش قرب منه ومحدش هيقرب منه. في حد كتب لي كومنت قبل نهايه الدوري كنت بقول ان زيزو خربها، وانا ادركت ده قبل نهايه الدوري بحاجه بسيطه، ادركت ان كل المشاكل دي اغلبيتها بسبب زيزو، واللعيبه بقت سهل قوي عوج بسبب زيزو. على فكره حتى لو ما قالوهاش هم بقوا شايفينها،
على فكره لو ما لهوش، انا اكتشفت بقى في نهايه قبل نهايه الدوري ان الزمالك هو اللي كسب بمشان زيزو، مش احنا اللي كسبنا لما خدناه. والله ادركتها قبل الدوري، قبل ما الزمالك تاخد الدوري ادركتها، يعني خلاص انا فهمتها. لا ده الزمالك كان زمان اوضه اللبس ولعت. وهتلاحظوا ان حسين الشحات ما قالش انا عايز اكتر لما زيزو جه، كان ساكت. امام عاشور كان ساكت. وعلى فكره اغلب اللعيبه كانت ساكته. دلوقتي كله كوكا كان ساكت. انا كنت فاكره ان الاداره هتراجع حساباتها وهتمشي اللي يستحق المشيان، بس هم احنا ما مشيناش حد. كل اللي مشيناه رضا سليم، جراديشار، محمد بن رمضان، اللي هم اصلا ما عملوش اي مشاكل. كل مشاكلنا كانت مع شخص واحد وهو اللي عمل كل ده. بقول لكم كوكا بقى يطالب بفلوس. تخيلوا كوكا اللي هو المفروض من احلامه انه يفضل في النادي الاهلي، نسي نفسه. ده في ناس تتمنى تعدي من قدام، والله في لعيبه تتمنى تعدي من قدام البوابه مش تدخل تلعب في الفريق. احنا محتاجين معجزه عشان تقدر تعمل حاجه مع النادي الاهلي كده. انا ضد اللي بيحصل، انا مش عاجبني اللي بيحصل. فرحه مؤقته، فرحت 5 دقايق وبعد كده زعلت.